هقول لحضرتك على جمله جميله قريتها في كتاب النهارده لويليام جيمس، بيقول ان كل بني ادم مننا عنده حاجه اسمها العصا السحريه في حياته. يعني ايه؟ العصا السحريه ديت هي نقطه تحول بتخلي نص جسم البني ادم ينور. نقطه التحول دي هي المشاكل اللي بتحصل في حياتك، اللي بتخرج فيك اكتر حاجه يعني قويه فيك، اللي بتخليك تكتشف المميزات اللي عندك. ده اللي بيقولوا عليها الخبطه. يعني اعتقد الخبطه اللي ما تموتش طبعا تقوي. حضرتك النهارده يعني زي ما بنقول بقى نجمه شاشات بسم الله ما شاء الله. يعني في قصه حضرتك لو دورت هتلاقي ان في نقطه كده كانت انطلاقه. الانطلاقه دي جت من اخفاق، جت من مشكله، جت من تحدي. فاحنا محتاجين نقول له لا لا اكيد انت هتطلع وتنزل، بس في غيرك بيجي عند نقطه الفشل دي ويقول انا مش هتحرك، وفي بني ادم بيقول لا 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 دي اشاره، دي علامه، ده علامه لان انا النهارده لا لازم اتعلم من الدرس ده، ولازم ما اتوجعش الوجع ده، ولازم ما امرش بالظروف دي، ويبص للي حواليه. المجتمع هو اللي شاهد لينا، يعني شاهد ان اخفاق. حتى حرب اكتوبر يعني اللي احنا بنفتخر بيها كلنا كان قبلها نكسه. فيعني خلينا اقول ان البني ادم لازم يكون عنده الافكار اللي يقبل بيها ان الهبوط اللي بيحصل في حياتنا هو هبوط مؤقت. ويمكن ربنا بيدينا فرصه ان احنا نقعد مع نفسنا، نقعد مع نفسنا ونعيد ترتيب حساباتنا عشان نطلع اقوى واقوى يعني.